نحن سنلعب ضد وصيف كأس العالم، بطل كبير. مباراة ستكون بالتأكيد قوية كما هو الشأن بالنسبة لكل المباريات التي شاهدناها إلى غاية الآن. طبعا المباراة تلعب على تفاصيل، نحن حضرنا بشكل جيد، كل اللاعبين جاهزين ونحن جاهزون أيضا لهذه المواجهة من أجل تقديم أقصى ما لدينا في هذه المباراة وإسعاد الجماهير المغربية إن شاء الله. Player, please. Comme l'a dit le coach, كما تفضل المدرب، نحن نتوقع مباراة قوية عندما تلعب مع منتخب بمستوى كرواتيا، منتخب له خبرة وتجربة كبيرة. نعرف دوما أن المباراة الأولى في كل بطولة في كل منافسة مهم جدا، وأعتقد أن هذا سيلعب دور أساسي بالنسبة لبقية المباريات، ونحن سنقدم كل شيء من أجل نلعب مباراة كبيرة من أجل إسعاد الجماهير المغربية ومن أجل أن نجعل شعبنا المغربي يفخر بنا. نحن حضرنا بشكل جيد طوال الأسبوع من أجل هذه المباراة، من أجل نكون جاهزين. لأن الآن علينا أن نقدم أفضل عطاء على أرض الميدان. شكرا جزيلا. نفتح مجال الأسئلة. مساء الخير سي رومان سايس. وليد، اليوم احنا على بعد يوم واحد من المباراة الافتتاحية ديال المجموعة السادسة، تحديات كثيرة عند وليد. أولا الفوز أول مباراة افتتاحية في تاريخ المشاركات ديال المغرب، ثانيا رد الاعتبار الكرة الوطنية، ثالثا الفوز ديال المنتخب السنغالي. وهذا هو السؤال ديالي، واش غيخلي ضغوطات ولا حافز للاعبين المغاربة باش يحققوا نتيجة مهمة في أول مباريات ديالو في دور المجموعات؟ شكرا. دارجة ولا فرنساوية؟ دارجة. اوكي. شوف، ما كنشوفوش شنو داروا السنغال ولا افريقيا اخرين، واخا حنا شجعناهم، كنا باغيين البارح يجيبوا 3 نقاط. خوتنا السنغاليين كانوا يستاهلوا يجيبوا بعد التعادل. هاك حنا كنبقاو كنشوفوا راسنا من الاول، عارفين بحال اللي قلت لكم حنا في الجروب ديال الموت، كاين لو فيس شامبيون دو موند، كاين لو تروازيام لا دانيير كوب دو موند. ما نساوش هادشي، بحال ان الكلمه ديالنا كنعرفوا لي كاليتي ديال اللاعبين ديالنا، عندنا دي جوار دو توب نيفو مونديال، اوني بريباري، حنا موجودين باش ان شاء الله نحطوا لو ماكسيموم. كنامن بديك 10 ايام اللي دوزنا مع بعضياتنا والماتش اميكال اللي لعبنا ضد جورجي، ورينا ملي غنكونوا فرقه اللي ما غاديش تكون سهله يربحونا. Bonjour. Une question en français pour le joueur. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse, s'il vous plaît. Vous connaissez déjà la pression de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a un stress particulier pour vous? Et est-ce qu'en tant qu'un des patrons, un des cadres de l'équipe, vous pouvez apaiser un petit peu certains de vos camarades qui vont découvrir ce haut niveau, comme vous l'avez dit, contre le vice-champion du monde? non, du stress non. Après, voilà, il faut que, entre guillemets,